السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مغفرة الذنوب كلها بهذا الذكر. ايه هو الذكر ده؟ ده اللي هنعرفه بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. الله أكبر. ما فيش حد في الدنيا دي من أهل الإيمان والتوحيد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفر الله عنه كل خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. إيه زبد البحر يا حبايبي؟ حضراتكم لما تبقوا واقفين قدام البحر فبتيجي الأمواج عالية وهي راجعة بتعمل رغاوي بيضة. الرغاوي البيضة ديت هي دي اسمها زبد البحر. شوف بقى عدد الرغاوي البيضاء اللي مع كل موجة بالمليارات. ما يقدرش أي إنسان في الدنيا إن هو يقدر إن هو يحصي أو يعد تلك ال الأشياء البيضاء ديت أو الرغاوي البيضاء ديت. لا يمكن حد يقدر يحصيها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو كانت ذنوبك قد زبد البحر بالمليارات تغفر الذنوب كلها عند إعلان التوحيد والتكبير لله سبحانه وتعالى، ثم الانخلاع من الحول والقوة إلى حول الله وقوته. الله أكبر. وهو ده السر في القضاء والقدر، اللي هو لا حول ولا قوة إلا بالله. إن أنا بنخلع من حولي وقوتي إلى حول الله وقوتي. لما بقول في دعاء الاستخارة كما رواه البخاري: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. يبقى إذن إيه؟ أنا بنخلع من حولي وقوتي إلى حول الله وقوتي. والسر في القضاء والقدر هو العلم والقدرة. إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. علم المولى عز وجل يعلم علم الحال وعلم المآل. علم الحال ممكن أي إنسان يعرف بعض الأشياء عن علم الحال اللي هو حواليا. أعرف مثلا النهارده مثلا درجة الحرارة كام، أعرف إن فلان راح الجامعة، فلان جاي من المستشفى، فلان راح كذا، علم حال. إنما علم المآل بقى لو واحد عندي مريض، مين اللي يعلم هذا المريض سيشفى من مرضه في يوم كذا في اللحظة الفلانية في المكان الفلاني؟ لا يعلمه إلا الله. فلان فقير ربنا هيغنيه، متى سيغنيه وكيف سيغنيه؟ الله هو اللي أعلم، لأن ربنا هو الذي يعلم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلى آخر الآية. سبحانك يا ربي. فالسر في القضاء والقدر هو العلم والقدرة. ولا يكون، ولذلك المولى عز وجل يقول إيه؟ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان عالما بما يؤول إليه الحال. يعني إيه؟ الحال دلوقتي فلان مريض، المآل بقى إن ربنا هيشفيه. مين اللي يعلم كده؟ الله. تمام؟ طيب فلان فقير هيغتني، مين اللي يعلم كده؟ هو الله. يعلم علم المآل، علم الحال والمآل. شوف قد ايه. ولا يكون الله غالبا على امره الا اذا كان عالما بما يؤول اليه الحال. ولا يكون الله غالبا على امره الا اذا كان قادرا على امضاء ما يريد. الله اكبر. يبقى السر في القضاء والقدر هو العلم والقدرة. فأنت لما بتقول لا إله إلا الله بتوحد الخالق سبحانه وتعالى، والله أكبر بتكبر الخالق، وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بتنخلع من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. عشان كده الذكر البسيط ده اللي انت شايفه بسيط ده بيكون سبب في مغفرة كل ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. طبعا المقصود هنا الصغائر وليست الكبائر ولا المظالم، لأن الكبائر بتحتاج لتوبة مستقلة، وإن كانت التوبة فيها أيضا يسيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. ان مجرد ان انت تتوب التوبه، او النبي عليه الصلاه قال الندم توبه، مجرد الندم توبه بفضل الله سبحانه وتعالى. عملت كبائر معينه، يبقى المولى عز وجل بعد ان ذكر من يفعلون الكبائر الكثيره من الزنا ومن كذا ومن كذا، ثم قال بعدها الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حتى الشرك بيغفر. كل الذين كفروا إن ينتهوا، يعني ينتهوا عن الشرك، يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. سبحان الله. يبقى إذن كل الذنوب تغفر، كبائر وصغائر بفضل الله سبحانه وتعالى، لكنها كلها تحتاج إلى توبة. هنا نتكلم عن الصغائر بقى. لو قلت كده هذا الذكر يغفر لك كل الصغائر ولو كانت مثل زبد البحر. والمظالم تحتاج إلى تحلل من المظالم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، لأن التعامل هناك في الآخرة يكون بالحسنات والسيئات. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. حافظوا على هذا الذكر: لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بفضل الله تغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.